السلام عليكم يا شباب، معكم معتز ياسر في فيديو جديد على قناة موبايل برو بلس. النهارده جايين نتكلم عن وحش جديد من شركة اوبو، سلسلة الرينو 15 ورينو 15 برو. وصدقوني المواصفات ممكن تغير قواعد اللعبة في السوق المتوسط والعالي. قبل ما نبدأ متنسوش تعملوا لايك جامد وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد مننا، ويلا بينا نغوص في التفاصيل ونشوف هل السلسلة دي تستحق الشراء ولا لا. كمان هنكشف الأسعار والترقيات عن الجيل السابق. أول حاجة التصميم، بصراحة يا جماعة التصميم رفيع وعنيف جدا، الظهر مسطح بالكامل مع إطار معدني يعطي شكل بريملك كده. كاميرا الخلفية مستوحية من الآيفون 16 برو، يعني نفس الشكل تقريبا. شركة أوبو استخدمت تقنية الطباعة الحجرية الهولوغرافية على الزجاج الخلفي، وده مش بس لمسة جمالية، ده بيخلي لون الظهر كده يتغير مع الضوء ويزود التميز. الهاتف مقاوم للمية والغبار بمعيار ال IP68 و IP66 و69، يعني حماية كاملة من الغبارة والمية والبخار والماء والحرارة العالية. بالنسبة للألوان، رينيو 15 العادي ألوان مميزة زي الأرتا والأريو بلو والكانال براون، زي الأرت والأوريو بلو والكانال براون. سمكه حوالي 7.99 ملي ووزنه 188 جرام. ورينو 15 برو ألوان الستارت لايت والهاني جولد والكلان براون، وسمكه حوالي 7.65 ملي ووزنه 205 جرام، أتقل شوية بسبب البطارية الكبيرة. تاني حاجة الشاشة، رينو 15 العادي الشاشة هنا جاية أوليد مسطحة بحجم 6.32 بوصة ودقة 1.5K بمعدل تحديث 120 هرتز ومعدل لمس 240 هرتز وسطوع 3600 نتس، ومحمية بزجاج الكريستال شيل. ورينو 15 برو حجم أكبر شوية 6.78 بوصة ومعدل تحديث متغير من 1 ل 120 هرتز، تبين أفضل تجربة مشاهدة ممتاز. وألوان الشاشة هنا ممتازة وزاوية الرؤية رائعة. تالت حاجة الأداء والمعالج، كل الهاتفين بيشتغلوا بمعالج ديناميستي 8450 مع 16 جيجا رام وسعة تخزين 1 تيرا، والأداء ممتاز سواء في التصفح أو التنقل بين التطبيقات، وكمان الألعاب هتمشي تماما بدون أي تهنيج. ورابع حاجة البطارية والشحن، رينو 15 العادي البطارية هنا جاية ب 6200 ملي أمبير وشحن سريع 80 واط وبيشحن بالكامل في حوالي 40 دقيقة بس. أما رينو 15 برو بطارية أكبر شوية 6500 ملي أمبير وشحن سريع 80 واط وشحن لاسلكي 50 واط، يعني بطاريات عملاقة مقابل وزن الهاتف الخفيف والنحيف. خامس حاجة معانا الكاميرات، الكاميرا الرئيسية 200 ميجا بكسل مستشعر كبير 1 على 1 فاصلة. كاميرا الرئيسية 200 ميجا بكسل مستشعر كبير وصور واضحة حتى في الإضاءة المنخفضة. والكاميرا هنا واسعة 50 ميجا بكسل، وكاميرا تلسكوبه 50 ميجا بكسل بتكبير بصري 3.5 اكس، تفاصيل ممتازة. أما كاميرا السيلفي هنا جايب 50 ميجا بكسل وتصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، سلس كده ومثبت بصري. مكبرات صوت ستيريو مع دولوبي اتوموس كده لتجربة صوت ممتازة. وسادس حاجة المميزات الإضافية، ماسح بصمة وتحت الشاشة سريع ودقيق جدا، ودعم واي فاي 6 اي وبلوتوث ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ونظام أندرويد 16 مع واجهة الكرر او اس 16 وسلسة كده ومميزات متقدمة. أما رأيي الشخصي بصراحة يا جماعة أوبو عمل شغل جامد جدا في رينو 15 ورينو 15 برو. تصميم راقي كده مقاومة ممتاز تصميم راقي كده مقاومته ممتازة جدا، شاشة رائعة وممتازة لمشاهدة المحتوى، وبطارية عملاقة مع شحن سريع لاسلكي كده وشحن سلكي لكاميرا. بطارية عملاقة مع شحن سريع سلكي كده ولاسلكي، وكاميرات متكاملة وعالية الدقة مع عدسة التلسكوب. أداء ممتاز في كل لو هتسألوني أنا شايف إن السلسلة دي تستحق التجربة والشراء، خصوصا لو عايزين توازن بين التصميم والأداء والكاميرا. ده كان كل حاجة عن سلسلة الأوبو رينو 15 و15 برو، ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا اللايك والشير وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد عن أحدث الهواتف والمراجعات الحصرية.
واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، انتوا هتختاروا النسخة العادية ولا البرو؟ شكرا لمتابعتكم ودمتم في رعاية الله وحفظه. بس كده، سلام.